اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير وباحسن حال. حطوا لي بقى لايك للفيديو لو بتشوفيني لاول مره، يا ريت تشتركوا. النهارده هعمل معاكم كده روتين خرافي. بصراحه انا ما كنتش راضيه ابدا 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 عن الصاله. يعني السجاده اللي انا واقفه عليها اللي هناك دي، من يوم ما نقلنا ما شلتهاش. السجاده دي اللي انا بشيل فيها دي، ولكن بشيل الأولانية التانية دي لأنها سهلة بصراحة في الشيل. لكن الأخيرة دي عشان محطوطة تحت الأنتريه وتحت الركنة وكراسي ومعرفش ايه، فبكسل جدا جدا ان انا اشيلها. ولكن كنت برفعها مثلا من على جنب، بحط المكنسة تحتها واشفط اي تراب. كنت بستخدم كده يعني. وطبعا الأنتريه من تحت كنت برضو بحط المكنسة تحت كده تشفط اي تراب تحته. بس السجاده نفسها ما شلتهاش عشان مش هكذب عليكم. فقلت لا، انا ما كنتش مستحمله اكتر من كده، خصوصا ان احنا في الصيف والجو بيكون حر وبقى عشان ما يكونش فيه نمل ولا حاجه. لان معروف ان الصيف والكلام ده يعني النمل بيكون كتير بصراحه. فقلت كده لا، انا عايزه اطلع كده السجاد كله 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 كده علشان خاطر نعمل حمله نظافه النهارده. قلت لازم نعمل حملة نظافة بصراحة يعني. شفت المسلسل اللي على الشاشة ده؟ مين بيحبه ومين عارفه؟ اللي عارف المسلسل ده يكتب لي اسمه في الكومنتات. بحبه جدا المسلسل ده، بسمعه كل يوم. بعد كده بقى ايه، بعد ما طلعت السجاد في الشمسة، طبعا الشمسة كانت طالعة وحلوة، فقلت لازم كده اطلع السجاد علشان خاطر يتشمس. وعلى فكرة كنت برضو بعمل حاجات في المطبخ. كان في شوية مواعين كده، دخلت غسلتها حتى تلاقوا ان جلابيتي اتبهدلت مية. وطبعا في الأثناء دي كان سليمان راح يجيب لي طلبات، وكنت مستنياه بقى علشان خاطر كان رايح يجيب لي فراخ. فعلشان اغسل الفراخ وانقعها وكده، انا شلت سجاد البيت كله يا جماعة، شايفين؟ كان سليمان هنا بقى يجي. بيعمل ازاي؟ خرب عليك يا سليمان. طبعا هو جه بقى وجاب لي معاه الفراخ والحاجات اللي كانت ناقصاني. كنت عايزه حليب علشان كنت هعمل معاكم الاكل اللي شفته امبارح بتاع المكرونه البشاميل وصينيه الفراخ. وهنا كان بيقول لي جاب هنا الرش بتاع الحشرات ده، علشان بقى النمل او اي حاجه، فعلشان خاطر يرش كده في البيت كله. بصراحه هو مش خلاني اكمل، قال لي هاتي وانا اللي هكنس وهعمل وانتي اعملي حاجات تانية. هو اللي اخد مني والله المقشه. يعني قال لي لا ما تكمليش، انا اللي هكمل. فانا بقى كنت بنظم كده التسريحه دي كل شويه. انا التسريحه دي من ساعه ما حطيتها هنا، وليندا وسيليا مش سايبينها في حالها. اي روج اي حاجه ليا والله العظيم ببوظوها، علشان خاطر كل حاجه بقت قدامهم. وغير الاول، غير لما هي كانت في غرفتي مثلا كنت اقفل الباب، اقفل ادراج التسريحه، معرفش ايه. فما كانوش بيلعبوا في الحاجه زي ما الحاجه بقت قدامهم 24 ساعه زي كده، وبقى يبهدلوا لي كل حاجه. كل حاجة، الروج كله اتكسر، ما بقاش عندي ولا صباع روج الا لو يكون متكسر والله. فبدأت كده ان انا انظم التسريحة واشيل اي كركبة عليها واشيل بقى التوك على جنب واي حاجة على جنب علشان خاطر انفضها كده من اي تراب. وهنا بقى ايه، سليمان هو اللي بقى يتعامل بصراحة. هو اللي جه هنا علشان خاطر يتعامل بقى في التنظيف. وانا كان ورايا برضو حاجات في المطبخ، كنت بغسل مواعين، كنت بمسح المطبخ، كنت بعمل الاكل، فعملت حاجات كتير يعني. كان كل واحد فينا بصراحة بيعمل حاجة. انا لما سليمان بينظف، لما هو مثلا اللي يمسك مهمة التنظيف، ببقى عارفة ان انا هاخد نتيجة خطيرة من وراه. هما الرجالة كده عشان خاطر مثلا الحاجات دي مش بيعملوها زينا على طول. يعني نادرا لما تلاقيه بيقف معاك يساعدك او كده. فهم لما بيجوا بقى يساعدوا او يقفوا، بيعملوا الحاجة بضمير بصراحة. زي مثلا ما يخش المطبخ يطبخ كده أكلة. يعني احنا كستات كل يوم واقفين في المطبخ، كل يوم نطبخ، كل يوم نعمل أكلات مختلفة. لكن الراجل عشان مش متعود يدخل المطبخ كتير، أو يطبخ مثلا غير كل فين وفين بمزاجه، لما يخش المطبخ ويطبخ والله العظيم بتاخدي منه أكل يعني
تحفة كده. هو سليمان زي كده، لما بيفكر يعمل لنا أكلة مثلا أو يقف في المطبخ، والله العظيم تاكلي من إيده أحلى أكل. أيا كان نوع الأكل ده إيه، لما بيعمل بصراحة بيعمل حاجة حلوة. طبعا زي ما شفت هو كنس كده البلكونة وجابها كده مع نص الصالة من هناك. والله العظيم الصالة دي عذبته 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 لأنها صغيرة وفيها فرش كتير. لما يكون المكان عندك ضيق ومليان فرش دي كارثة كارثة دي بصراحة. لكن لما يكون المكان واسع وفي فرش مش مشكلة، هتعرفي تحركي أصلا الفرش في أي مكان انت عايزاه، حتى تقدري تغيري النظام زي ما انت حابة. ولكن لما يكون مكان صغير ما انتش عارفة تغيري نظام، ولا عارفة اصلا تلفي الكنبة ولا تلفي الكرسي ولا تحركي حاجة، لان اصلا المكان ضيق معاكي فبتبذلي مجهود اكبر فيه اكتر ما المكان يكون واسع. فانا عارفة ان الصالة ده هي حتة صغيرة قد ايه، بس والله العظيم عذبته. طبعا كون بيشيل كده اي حاجة بقى واقعة تحت الكراسي والكنب كده، يعني نكون احنا مثلا عايزينها كوباية بقى، معلقة، شوكة، قلم، معرفش ايه، لا حاجات كتير بصراحة كان بيعمل ينولها لي. ف انتوا عارفين الكنب والانتري والحاجات ده بيكون تحت حاجات كتير بصراحة. انا يا جماعة صحيت النهاردة من النوم، والله العظيم لقيت عندي برد. يعني يمكن صوتي واضح عليه، يمكن اكيد في التسجيل انتوا واخدين بالكم. طب انا جالي برد من ايه؟ انا ما عملتش حاجة يعني. اخدت برد ازاي ومن ايه مش عارف. انا صحيت كده لقيت عندي برد. طبعا هنا بقى فتح الباب بتاع الجنينة الخلفي ده. الجنينة دي طبعا عشان مش معمولة ومش متظبطة ما بحبهاش بصراحة، فيها كمية رملة فظيعة. لكن لو كانت مثلا معمولة اسمنت، مثلا متبلطة اسمنت، كانت تبقى حلوة ونظيفة وجايبة حتى على البيت نظافة كده، مش دايما جايبة لي عفار. والله العظيم افتح الباب ده شوية يهوي، الاقي التراب جه منها. شايفين انتوا التراب اللي سليمان بيكنسه ده، هو ده كله منها اصلا يعني. بيجي بقى تحت الفرش، ولو الولاد طلعوا لعبوا فيها، سيليا وريان بيحبوا يطلعوا يلعبوا فيها، بلاقي كمية رملة داخلة، بيخشوا يطلعوا يخشوا يطلعوا. أرخم حاجة لما يكون بيتك في مكان في رملة، دايما بيتك هيبقى 24 ساعة في أصلا في رملة، والله العظيم. هنا بقى قال لي هاتيلي المفك علشان خاطر يفكلي المروحة ده علشان أغسلها. المروحة دي كانت لما كمية تراب يا جماعة، أنا مش عارفة أصلا لحقت تلم كمية التراب دي منين يعني. ده أنا معظم الأوقات بكنس بالمكنسة مش بالمقشة، والله يعني نادرا لما أكنس بالمقشة بصراحة، لأن دايما أنا بكون عايزة أشفط التراب، مش عايزة التراب إن أنا أكنسه يجي على الفرشة. فكانت لما كمية تراب رهيبة، ويمكن كمان علشان كده ما كانش بتجيب علينا هوا حلو يعني. هي كانت شغالة بس هواها مش شديد. عارفين لما غسلتها بقى هواها تحفة، بقى هواها أسرع من الأول. ففعلا المروحة لما بيكون عليها تراب بيخليها تبقى مش شديدة معاكم. فكنت ساعتها والله العظيم مش فاضية أصلا. قال لي خدي اغسليها لي، قلت له ماشي هات، مع أنا مش كنت فاضية جوه. بس طبعا ايه، كنت مركزة ان انا اصور لكم بقى الصالة، يعني اعرفكم ان هي حتة شبر ونص اهو، بس تطلع العين والله العظيم. بس ما شاء الله على سليمان، يعني حرك كل حاجة من مكانه، وكنسها كنسة حلوة ومسحها مسحة حلوة بجد. يعني أنا حسيت بالتغيير، أنا حسيت بالتغيير فعلا لما جيت كده من المطبخ للصالة. حسيت بريحة النظافة يا جماعة، حسيت ان انا شم ريحة نظافة كده، مش ان انت شم ريحة تراب زي الاول. لا والله حسيت ان انا شم ريحة نظافة. هي بس كان ناقصها بس ان السجاد يتغسل، بس مش عارفين نغسله فين، فقلنا هنوديه مغسلة وخلاص. ان شاء الله قريب كده الم السجاد كله اصلا اللي عندي، كله كله كله، ما خليش ولا سجادة في البيت، واروح بعتل المغسلة. يجي كده نظيف، الواحد يفرش بقى على نظافة كده ويحس بالانتعاش كده بإذن الله. يعني على دخلة الشتاء صح، ما هو كده كده الصيف خلاص، احنا يعتبر في اواخر الصيف، ممكن شهر واحد والصيف يخلص. انا الصراحة كنت عايزاه يغير النظام،
بس زي ما بقول لكم الفرش كبير وتقيل، فمش نافع اصلا مع تغيير نظام، مش نافع خالص. كان نفسي والله العظيم ان النظام يتغير، لان انا ما بحسش مثلا ان انا عملت مجهود او بذلت مجهود او حاجة حصلت الا لما بكون غيرت النظام. بحس ان انا داخله بيت تاني، بحس ان انا طاقتي اتجددت. بحس ان انا مبسوطه نفسيا، مبسوطه لما لو حركت كرسي بس من مكانه كده احس ان انا مبسوطه. شايفين الترابه قد ايه؟ الصراحه الركنه دي ما اتحركتش خالص من ساعه ما حطيناها هنا خالص، مش حركتها عشان مش اكون بكذب عليكم. بس اللي كنت بشفط التراب من تحت كنب الانتريه بس عشان الركنه قصيره، يعني منها للارض كده الواحد ما بيعرفش يحط تحتها المكنسه. طبعا حطيت له ميه هنا بالمسحوق اهو، بدأ كده يرش بالكوبايه علشان يمسح بقى بالمقشه كده ويدعك كده البلاط. دي بقى الراحه النفسيه، حطوني في مكان واسع كده وخرطوم ميه بالاريال كده وسيبوني فيه بالمقشه والله. يعني حطوني في مكان واسع بالخرطوم بالمقشه وانا اهيص في المكان الواسع ده بالميه. بحب الميه جدا، يعني بحب تنظيف الميه اصلا يعني. هو بقى ماسك المقشه وفضل يدعك وكده كده، اصلا البلاط دعكتوه مش دعكتوه كأنكم مش دعكتوه، ما علينا يعني. بس هو بيعمل نظافة لنا احنا. شو بقول لكم في الفيديو بقى ساعة ما سيليا بتقول هو بابا عمل ايه؟ شفت الكلمة اللي قالتها دي؟ والله العظيم انا ضحكت عليها ضحك، حتى لما سمعت الفيديو تاني ما بطلتش ضحك عليها. هو بقى بقول لكم والله العظيم انا تعبت يا جماعة معاها وعملت معاها حاجات كتير اهو، يعني هو كلامه صح، انتوا نفسكم لما تشوفوا الفيديو هتشوفوا التعب اللي هو تعبه. وكمان كنا قافلين المروحة، كانت المروحة مقفولة لان انا كنت بغسلها فكان الجو اصلا حر. وانا بقى في الاثناء دي كنت في اوضه الولاد، كنت بغير لهم الملايات. ف قلت اخش كده اغير لهم الملايات واكياس المخدات كده وافرش لهم ملايات جديده بالمره كده في النظافه اللي بتحصل دي. وجاب الرش اهو، الرش بتاع الحشرات ده بعد ما مسح، شايفين هو عمل ايه؟ طبعا ريحته قويه جدا الرش ده بصراحه. فهو رش في كل الاماكن يا جماعه عشان ما فيش اي نمل يجيلنا من اي مكان. حتى لما رش وعمل كده ما كانش في دبان في البيت، يعني في الوقت ده اصلا معروف ان انا طالما فاتحه الابواب كلها كده الدبان بيحب يخش في المكان اللي مش فيه شمسه. يعني لو انت بيتك فيه شويه هوا كده تلاقي الدبان داخل البيت. والله العظيم لما رش كده مش كان فيه ولا دبانه، الدبان كله طفش من ريحه. ريحته قويه فعلا البتاع ده، يمكن هو اللي جاب لي برد. والله حاسه ان هو اللي تعب زوري. هو رجع بقى الركنه مكانها تاني اهو عشان خاطر يعرف يتحرك كده ويكمل الصاله. كان المفروض هو اللي يسجل لكم بصراحة، بس هو مش هنا. العربية والله يعني مش عارفة العربية مالها كده فيها صوت غريب، فرايح يشوف الورشة عشان يروح بها يوم للورشة. العربية دي تعبتني نفسيا من كتر ما صرفنا عليها، بس ما يعني الواحد مش قادر يستغنى عنها. والله العظيم العربية يعتبر ايدي ورجلي الواحد كده، يعني بالنسبة لي اهم من الاكل والشرب العربية. هو بقول لي مطلعة صوت غريب كده فعايز يروح بها الورشة يشوف في ايه يعني. والعربيات اصلا اقل حاجة كده فيها بتصرف الافات، مش تصرف ميات، ده الافات. مسح برضو مكان الركن اهو وراح راشش كده ورجعها تاني اهو. احلى حاجة في سليمان يعني تحسوه بيشتغل بنظام كده. تهيألي لو انا كان زماني مكركبة الدنيا حواليا، لكن هو يعني بيمسح وبيعمل بنظام علشان خاطر يعرف يتحرك في الحتة الباقية اللي فاضلة في الصالة اصلا يعني. هنا بقى بيعمل اهو علشان يعرف يرجع الانتريه. هو اصلا ما كانش حتى عارف يعدي ياخد اي حاجه هو عايزها، ده لأن انا كنت بناوله كل حاجه، لان اصلا الكنب الانتريه كان قافل الصاله خالص، ما كانش عارف حتى يطلع يجيب اي حاجه هو عاوزها. فانا كنت يا دوب بقى اناوله اي حاجه، ميه مساحه مش عارفه ايه، عماله اناوله كده من ورا.
شفتوا بيدعك بضمير ازاي. وريحة الصلة بقى كانت خطيرة يا جماعة بالمسحوق ده. والله انا كنت حاطة المسحوق بتاع الغسالة الاوتوماتيك، الجل ده، فمسحنا بيه يعني. ما كانش عندي اصلا مسحوق تاني، فقلت له ده هو اصلا بيخلي ريحة الغسيل حلوة، فلو مسحت بيه هيخلي ريحة الارضية حلوة برضو. حتى كان بيسألنا على فينيك، كان عندي ازازة فينيك لما احنا كنا في الفيلا كان، بس خلصت. قبل ما اطلع من الفيلا كنت مسحة بيها بقى ومنضفة ومعقمة بيها المكان، فكنت مخلصاها. كان هو بيسألنا عليه. الفينيك ده برضو حلو يعني، بعقم وبيخلي اي حاجة عندك تهرب اصلا من المكان، ريحته قوية جدا. طلع بقى المية على بره اهو، كده كده زي ما بقول لكم الحتة دي رملة اصلا، فعادي يعني. يمكن المية اللي لما تنزل عليها كده تهبط التراب اللي فيها. رجع الكنب مكانه تاني اهو. كان بيمسح برضو مكان تطبيعة رجله كده. هو مش عايز يشوف اي تطبيعة على الارض، يعني هو عايز يسلمني كده الصالة بتنور. وفعلا والله العظيم كانت بتنور ما شاء الله عليه. كنت بقول له يا سليمان نجيب الكنبة دي، ان نحط الشاشة جنب الكنبة دي والكنبة التانية نحطها مكان الشاشة. مش نفع لان الكرسيين بتوع الانتريه هيروحوا فين؟ في كرسي هيتحط جنب الكنبة، ولكن الكرسي التاني ملهوش مكان نهائي. كنت عايزة اغير اي حوار اعمله بس ما نفعش والله. زعلت بصراحة. البلكونة طبعا هو كان كنسها برضو مع لما كنس فمسحها. طبعا البلكونة دي اصلا بنقعد فيها انا وسليمان كده، بنحط فيها كرسيين ونقعد فيها كده مثلا بعد المغرب كده، شوية هوا تحفة يا جماعة والله العظيم. نعمل كوبايتين الشاي كده ونقعد فيها، تشموا فيها شوية هوا، يا سلام. تحس ان انتوا اصلا طلعتوا برا وجيتوا، يعني تغنيكوا عن الطلعة اصلا يعني. مع انها صغيرة وحجمها قد ايه، بس القعدة فيها حلوة ممتعة. انا بحب قعدة البلكونات، بحب البلكونة اللي يكون سورها قصير، السور بتاعها قصير، يعني الحيط بتاعها مش عالي. واكون مثلا قاعدة كده حاطة قدامي ترابيزة وكراسي وقاعدة واشوف الشارع مثلا وانا قاعدة. ما بحبش البلكونات العالية خالص، لان انا احس ان انا شايفة حيط بس كده. البلكونة بقى بقت نظيفة كده لما قعدنا فيها، كانت جميلة بصراحة. هي برضو كانت نظيفة بس كان فيها شوية تراب. مكان بقى الشارع ومكان السجاد لما حطيته فيها، بس هي ما كانتش متبهدلة قوي يعني، لان انا بكنسها دايما، لما بكنس بشفطها اصلا بالمكنسة. طبعا هنا بقى انا كنت عايزة اطبخ واخلص، فكنت عايزة اخد معاكم كام لقطة كده. سيبته بقى يكمل مسح زي ما انتوا شفتوا كده، وجيت هنا على المطبخ بس بوريكم يعني. والله بقيت اطبخ وبقيت اوريكم برضه هو بيعمل ايه ووصل لعند فين. فكنت معصجة لحمة زي ما انتوا شفتوا كده، وسلقت المكرونة بتاعت هنعمل بقى المكرونة البشاميل. فهنا نفس الحلة اللي سلقت فيها هعمل فيها البشاميل. طبعا البشاميل اللي هو بيحب كمية الدهون تكون عالية يعني بيحب الزيت والسمنة يكون كتير شوية، علشان الدقيق اصلا بيشربهم. فحطيت الدقيق عند اهو اللي هعمل بيه البشاميل، وبقيت افكه كده من اي تكتلات. والكبه طبعا اللي وريتها لكم دلوقتي دي حاطه فيها الفرمه، فيها الحاجات اللي هنتبل بيها الفراخ. هقول لكم دلوقتي ايه هو. بعد ما ريحه الدقيق بتطلع معايا اهو، انا عملت معاكم الكلام ده مليون مره يا جماعه. نزلت بقى بالحليب وبنزل واحده واحده كده، وبقلب بالايد التانية علشان برضو البشاميل ما يتكتلش معايا. لو بمضرب يا سلام، يعني لو تقلبي البشاميل بمضرب يكون احلى واحلى بصراحه. حطيت شويه فلفل اسود وشويه ملح. كان هنا بقى سليمان زق الكرسي وبيعمل كده تحت الترابيزة اهو. شايفين البلاط بنور ازاي؟ والله العظيم كمية راحة نفسية خطيرة. كنت عايزة احط الشاشة بزاوية هناك كده بعيد حتى عن باب البلكونة، لقيت الفيشة مش طايلة.
طبعا ده درع اليوتيوب، فاكرينه يا جماعة؟ يوميات مروة وسليمان ومحمد كمان مع أغلى متابعين. فاكرين الدرع ده؟ يا رب عقبال الدرع الذهبي يا رب، وعقبال درع ال100,000 بتاع قناة مروة محسن يا رب اللي انتوا عليها دي. شجعوني كده ووصلوني ل100,000 عشان نجيب الدرع اللي زي ده للقناة دي بإذن الله، يعني بيكم بإذن الله. إيه، حطيت هنا بقى الحليب اهو، والبشاميل كده خلاص غلى معايا، شايفين؟ هو اول ما يطلع فقاقيع كده بقى خلاص هو غلى معاكم، تشيلوه كده من على النار وتستخدموه بسرعة، لان اصلا البشاميل كل ما بيركن كل ما بيتقل اكتر يعني انت اعمليه قبل ما يعني بتكوني مجهزة كل حاجة، واخر حاجة البشاميل عشان خاطر هو بيتقل. جبت هنا بقى الصينية البايركس دي اكبر واحدة عندي، وهحط هنا بقى المكرونة. طبعا المكرونة بتمسك في بعضها اهو علشان انا مش بغسلها. هي مكرونة البشاميل ما بتتغسلش يا جماعة علشان النشا اللي فيها هو اللي بخليها تمسك في بعضها والخلطة تطلع معاكي كاملة كده. لكن لو غسلتي المكرونة انت كده غسلتي النشا اللي فيها فبتبقى مفرفطة معاكي. قلبت كده المكرونة بالبشاميل، شايفين؟ هنزل بقى بكمية اللحمة. هو كان جايب لي نص كيلو لحمة، انا عملت ربع كيلو وسبت ربع كيلو، يعني يا دوب الصينية دي تاخد ربع كيلو مع بصلتين وقرن فلفل وفص توم. فرمتهم في الكبة وحطيتهم على اللحمة، شايفين؟ حط بقى شوية جبنة موتزاريلا كده في النص، حط برضو شوية بشاميل في النص. يا سلام يا سلام، اديها حقها بقى صينية المكرونة طالما عملتيها، اديها حقها. اوعي تبخلي عليها بالبشاميل ولا بالكلام ده، هي اصلا بتحب تكون جوسي، يعني بتحب البشاميل الكتير والجبنة الكتير. هقلب بقى البشاميل في بقية المكرونة اللي عندي، شايفين؟ اخر حاجة بقى ايه، نحطها كده، نقفل كده على اللحمة بالمكرونة. انا كنت بحط بقى وبراعي ان انا مش عايزة اكتر الطبقة الاخيرة دي عشان لسه في طبقة بشاميل، علشان الطاجن اللي عندي ده ما يوقعش كده بشاميل في الفرن. يا لهوي، في مرة حصلت مني، في مرة لما البشاميل بيغلي كده في الفرن في صينية المكرونة، فبقى يوقع كده على الصاجة بتاعة الفرن، لقيت كمية دخان مش هقول لكم. الريحة كمان لما الحاجة دي بتنزل كده على الصاجة وهي سخنة بتبقى ريحتها مش حلوة وبتعمل دخانة كتير. فانا ما بقتش اكتر مكرونة على الوش. فاضت والله معايا مكرونة، الاولاد اديتهم ياكلوها كده بالشوكة، هما بيحبوها جدا بالبشاميل كده وهي لسه بيضة كده. حط بقى جبنة في الاخر اهو، اخر طبقة كده جبنة. ويا سلام يا سلام، اوعي تستخسري في نفسك اي حاجة، اوعي. شايفين الجمال؟ اعملها بنفس الطريقة كده هتاكلي احلى صينية مكرونة في حياتك، شايفين؟ طبعا هنا بقى كان استمان وصل لعند التسريحة وحركها ومسح تحتيها وبدأ يرش اهو، شايفين؟ ياه على النظافة، حلوة خالص فكرة الرش دي. كويس ان هو فعلا لما طلع راح جاب لنا رش، والله فعلا ما بقتش اشوف ولا نملة، اي نملة في البيت ما بقتش اشوف. تسلم ايد ابو دودي، والله كلكم في الكومنتات تسلم ايدك يا ابو دودي. طبعا مع الكارثة اللي حصلت زي ما حكيت معاكم في الفيديو اللي فات، الطاجن وقع الدشدش ده اللي كنت هعمل في صينية الفراخ. الطاجن ده هو اصغر من اللي انا عاملة فيه المكرونة بشوية صغيرة يعني. بصراحة زعلت جدا جدا والله العظيم. من يوم ما جيت البيت ده كمية حاجات اتكسرت انا مش عايزة احكي ليكم، يعني كمية طقومة وكمية كوبايات وكمية اطباق اتكسرت، انا مش عارفة في ايه، انا مش عارفة في ايه. بس الحمد لله عادي، يعني اللي يتكسر ونقدر نشتريه تاني مش مشكلة. بس احنا مثلا يعني بنزعل، فاهمين؟ لازم نزعل على الحاجة اللي بتتكسر لانها يعني ما جتش ببلاش ولا الكلام ده حاجة جايبينها بفلوس. فكنت هعمل فيه بقى الفراخ فاتكسر، والله العظيم زعلت عليه. يلا الحمد لله. طبعا هنا سليمان بقى فرد السجاد زي ما انتم شايفين كده، وبقى ماسك خشبة بقى كده وينفض بها كل السجاد اهو، طلع منه اي تراب بقى وهو في الشمس كده واصلا قعد في الشمس فترة كبيرة السجاد ده.
من قبل ما نبدأ في المسح وهو قاعد في الشمس. جبت بقى الصينية التيفال الغلبانة دي، هعمل فيها، ما كنتش عايزة اعمل فيها بس هعمل فيها. هقول لكم بقى انا حطيت ايه. طبعا الفراخ مقطعاها 8، هي دي فرخة على 8 قطع. رحت فرملها 4 طماطميات، 4 وحدات طماطم، مع بصلتين وسط، مع قرنين فلفل، مع 3 فصوص من الثوم. التتبيلة دي كلها كده فرمتها مع بعضيها، مع فلفل اسود، ومع 7 بهارات، ومع كمون وملح وشوية زيت في الاخر. رحت جاية حاطة الخلطة دي كلها على الفراخ زي ما انتوا شايفينها كده، وشطفت الكبة بشوية مية، هي دي المية بس اللي انا حطيتها. يعني ما حطيتش عليها مية غير اللي انا شطفت بيها الكبة مطرح الحاجات اللي انا فرماها بس. يعني يعتبر نص كوباية مية. وبعد كده حطيتها بقى في الفرن، على الفرن في الصاجة، كنت رافعاها درجة، وما غطيتهاش بفويل ولا اي حاجة والله. مش غطيت الفراخ اصلا، لان انا كده كده حاطه عليها ميه، وكده كده هي بتنزل ميتها. وزي ما انت شفت اصلا هي كان لسه فيها صوص قد ايه، فكانت تحفه. جربوها بنفس الطريقه، تحفه. لو عايزه مثلا تعصري على الخلطه دي ليمون، اعصري عادي براحتك، بس انا ما عصرتش يعني. الصراحه كانت خطيره، البصل مع الطماطم مع الفلفل مع الثوم مع التوابل مع الزيت. كانت الصينيه والله العظيم خرافه كده. انتوا اكيد شفتها في الفيديو عامله ازاي، اكيد الشكل بيتحدث عن نفسه. هنا بقى خلاص سليمان ركب المروحة بعد ما غسلتها، وبقت شديدة وحلوة ازاي ونظيفة. المعاناة الكبرى بقى في الفرش بتاع السجاد. معاناة معاناة بصراحة يعني. حتى في الاخر برضو السجادة مش عجباني، مش مظبوطة لعند الان والله العظيم، مش مظبوطة يعني. انا بقى قاعدة بسجل لكم اهو، وبرضو لسه مش عجباني. بوريكم بقى ان انا حاطه الحاجات في الفرن فين، هما الاتنين جنب بعض. طبعا انا ما حطيتش المكرونه في الاول يا جماعه. انا حطيت المكرونه بعد ما حطيت الفراخ بنص ساعه. يعني حطيت الفراخ في الفرن بنص ساعه الاول، وبعد كده رحت حاطه المكرونه، علشان الفراخ اصلا بتاخد نار اكتر. فانا عايزه الاكل كله يكون سخن مع بعضه ما يبردش. فرش السجاده اهو. طبعا انا قفلت بقى الكاميرا وساعدته، لانه مش كان يعرف يعمل لوحده، لان لازم حد يكون بيرفع ركنة والتاني يزق السجادة تحت الركنة، فاحنا عملناها مع بعض بصراحة. وبدأ كده يفرش بقى الحفظات دي. الحفظات دي يا جماعة كنز. يعني البيت اللي مش فيه حافظة خسران كتير. اذا كان الواحد مع الحفظات وبرضه الفرش بيتبهدل، امال لو مش كان في حفظات كان ايه اللي حصل؟ كان زمان الفرش ده كله اسود. تحافظ بصراحة الحاجات دي من الأطفال جدا جدا يعني. أحلى حاجة بصراحة. ده أنا بفكر أشتري لي كمان طقم ولا 2 كمان على الركنة التانية دي. عايزة واحدة، والركنة التانية اللي أنا ركناها عايزة واحدة برضو. فبإذن الله بقى أشتري كمان طقم. سيليا وريندا بقى رايحين جايين يديكوا في بوس اهو، والأولاد بيلعبوا مع أصحابهم بالكرة قدام الباب. ده بقى شكل الصالة بعد ما خلصت. شايفين يا جماعة؟ شايفين الجمال والراحة النفسية يا سلام، كمية راحة نفسية خطيرة في الوقت ده. بجد يعني. اكيد النتيجة باينة يا جماعة. احنا ما غيرناش النظام، بس اكيد يعني. اكيد انت حسيتوا بالنظافة كده، صح؟ حسيتوا بالنظافة معايا ولا لأ؟ سليمان يا عيني عليه كان تعب. شايفين البلاط نضف ازاي، وكل حاجة نطفت بصراحة، والمكان بقى ينور كده وجميل. وحطينا الكراسي كده هنا في البلكونة. شايفين؟ دي قعدتنا المفضلة انا وسليمان. يا رب بقى يا حبايبي الفيديو يكون عجبكم، وطبعا الاكل اللي انتوا شفتوه في الفيديو التاني النتيجة النهائية يا رب يعجبكم، وده حطوا لي لايكات، ومع السلامة.